الحمد لله رب العالمين، لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك ما عرفناك حق معرفتك، ولا عبدناك حق عبادتك، ولا قدرناك حق قدرك، فسلم سلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، متصرف في الكون كيف يشاء، غني عما سواه، ومحتاج إليه جميع ما عداه. هو الله، هو الله، لا إله إلا هو، يتصرف كيف يشاء. يعني في الصباح ترى جو، دلوقتي تلاقي جو، بعد ساعة جو، بعد دقيقة جو. من بيده الأمر كله؟ الله. فعال لما يريد، حيث كان، متى كان، أينما كان، في كل مكان يتصرف كيف يشاء. هذه آيات من دلائل قدرته، لعلنا نتذكر أو نفيق. يعني بدنا نتذكر أو نفيق مما نحن فيه. لكن مين اللي يقدر يفيق؟ الدنيا غلبتنا واستلهتنا واستهوتنا، لسنا ندري ما قدمنا إلا أن قد فرطنا. يا ابن الدنيا مهلا مهلا على مهلك، زم ما يأتي وزنا وزنا. لابد أن تتذكر ذلك، لابد أن تفيق لذلك. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. عند الله. الحمد لله اللي قال عند الرسول، ولا قال عند الملائكة، ولا قال عند الله. والله سبحانه بر تواب، إذا وعد بالخير وفى، وإذا توعد بالشر عفى. سبحانه وتعالى إذا وعد بالخير وفى، وإذا توعد بالشر عفى. لا إله إلا الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح وأمسى: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. خد بالك اللي يتغير معانا في الصباح والمساء ازاي. بك نحيا، احنا في الصبح اهو. بك نحيا، ما دام قدم الحياه يبقى الصبح. بك نحيا، وبك نموت. سبحان الله. بك اصبحنا، وبك امسينا، واليك النشور. طب واذا امسى يقول: اللهم بك امسينا. دليل على انه داخل فين؟ في المساء. وبك اصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، واليك المصير. الاولانيه الصبح، واليك ايه؟ النشور. طب اخر النهار واليك المصير، ما انتهت الامر، ما انتهى. يعني كانك مت، يبقى المصير لمن؟ لله سبحانه وتعالى. المصير إلى الله، المصير إلى الله. طب وانت اما تيجي كده الأنعام والتجارب تقول لك: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. اسمع اللي جاي: وتركتم ما خولناكم. ايه وتركتم ما خولناكم دي؟ تركت العمارة، وتركت الفيلا، وتركت الأولاد، وتركت الست، وتركت الفوج بتبع البعض، وتركت ايه؟ تتركه كله وتسأل عنه كله. يا منجي. شوف القضية، ما هو يا منجي، هو منجي بس منجي ازاي؟ اتبع أسباب النجاة. لما نزل قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض. شوف لله ما في السماوات وما في الأرض، ختام البقرة. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. اسمع كده:
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. طب وجبت العمل ايه بقى؟ يلا نقول الذنب يغفر لمن يشاء بالمزاج اهو ويعذب من يشاء. مالهاش لازمه هنشتغلوا ليه ونتعبوا انفسنا ليه؟ ده هو يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال لك اتبع كتاب ربنا من اول كلمه الى اخر كلمه مبني على الايجاز والحذف، على الإيجاء والحال. يعني تقدير الآية إيه؟ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن تمسك بأسباب المغفرة ويعذب من تمسك بأسباب العذاب والله على كل شيء قدير. يبقى أنت اللي هتفتح، أنت اللي عندك التلفزيون تمشيها كده او تمشيها كده، ايه اللي يعجبك؟ يبقى باتباع الاسباب، باتباع ايه؟ الاسباب. لكننا جميعا حتى ننسى الاسباب ونطرق باب المسبب. يا رب غير لنا مصر، يا رب حول لنا الحال مش محول. لو هينزل يحارب لك او هينزل يعمل لك او هينزل يتحبس النفس ما انتوا منكم ايه؟ مش ناسي يا عم. انت ممكن ينزل كليات ده نزول يعلم، ده نزول ما حدش يعرف، نزول يعلم. وهذا هو ما يدور حوله من الحديث. الحديث ده رقم 455 صفحة 287 المجلد الأول فيض القدير في شرح الجامع الصغير للسيوطي بشرح المناوي. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة ومحى الله به الظلمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين واضمنا جميعا في سلكهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. من قالها ثلاثا يعني يقول يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. نادت الملائكة بين السماء والأرض سل أيها العبد كفر بعد الثلاث فإن ربك الآن يستمع لك. الله يفتح عليك يا مولانا. تم تقولوا أنت تبقى ضامن تبقى ضامن سمع لك يلا اللي انت عايزه يلا افتح. لكن مسألتنا ان احنا بنكتبه في الفاني، عايزين الفاني بس. ما حصلناش دعاء امرأة زمان. شوف دعاء المرأة زمان قالت ايه؟ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. شوف الست، ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هات فيها طلب دنيوي كده، هات كده نحن ارزقنا ببرج في شارع البحر، ارزقنا أغير، ارزقنا. ما فيش طلبات هناك أبدا، لا طلبات هنا. يبقى الدنيا بلعتنا في بطننا خدتنا كامل. ليه؟ حاجة زايدة عن الحال. فصلاة وسلاما على من عرف للدنيا قيمته وعرف للآخرة قيمته. وورد الأثر إن كانت الدنيا ذهب والآخرة خزف، له الفخار بتاع الأولى لعمل الإنسان للفخار لأنه الباقي وترك الذهب لأنه فاني. أستأذنك يا سيدي يا رسول الله بذلي وامتثالي وتقصيري وعصياني لأن أقف في هذا المكان، لأن أقف في هذا المكان يا صاحب الخلق المتين العظيم،
يا من جعلك الله تتمكن من الأخلاق كأنها تحت قدميك، تحت قدم، إن لو في حضنه أو على راسه أو في كتفه، إنما قال له كده في الآية 4 القلم وإنك لعلى وإنك لعلى على تفيد الاستعلاء والفوقية. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم متمكن من الأخلاق تحت رجليه. لو دي حاجة عند النبي، هذا كان مصر بنت شعيب، بنت شعيب تيجي في النبي دي، لا بنت سيدنا شعيب وصفة قال فجاءته إحداهما تمشي على الصحياء، على بس الست دي وهي ماشية بتعلم الأرض كيفية الحياة. الله أكبر. أو كأن الأرض بسطت من تحت قدميها بساطا يسمى بساط الحياة. طب واحنا نروحوا فين؟ يوم الجهاد خايف كده من أول ما فتح المصحف ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اصفح بس، اصفح كده أول سطر فوقه أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يفتح صدرك يا رب. قال ودي حاجة وأستأذنكم آباء وإخوة فوحد الحي لا إله إلا الله. أستأذنكم يا آبائي وإخواني وتلاميذي أيضا. ليه؟ لنسير لترى كيفية الغيرة. ربنا بيغير عليك، ربنا بيغير عليك. والله أعلم احنا عاملين ايه وخلين ايه و يلا خليها بكشف، خلي كل حاجة مصروفة. يا جماعة كبار في السن دلوقتي اللي هو شعره شاب وتهدم والحمد لله يا ابني الحمد لله. طب ما انا عارف الحمد لله النهارده ما ترجع ورا 30 سنة ولا استنى العجز دلوقتي اسمها فيه سن وما دام سن ليه؟ في ظنه بقى انه ولي بقول له شيل 30 سنة وارجع ورا شوف انت كنت ايه. نعم شيل 30 سنة بس. يا ساتر يا رب يا ستار يا رب. ويا اخي ساتر سبحانه وتعالى كريم سبحانه وتعالى. يا سلام المهل بيغير عليه ملك يقول له ده فلان ده والله عاصي وما يستاهل يتفرق كل ليلة ما بيهداش احنا زهقنا. يقول له الخبر ايه ما بكم اهو عبدكم ام عبدي. ان كان عبدكم فانتم وشأن اللي عايزين تعملوا فيها منكم وان كان عبدي فدعوني مع عبدي. فيرد احدهم يقول والله هو ليس اهلا للمغفرة ولا اهلا لان يغفر له. فيرد الواحد الاحد قائلا ان كان عبد ليس اهلا للمغفرة فانا اهل لان اغفر له لاني اهل المغفرة. وقفت عليك. لا اله الا الله. وقفت عليك يا شيخ. اقرا ختام السوره كده هو اهل التقوى. نعم نعم يا سيدي نعم. يا خالقي يا رازقي يا هو اهل التقوى واهل المغفره. بيغير ان بشر يتقلب بيغير عليك عن الكعبه. الكعبه انحرق واتهد وقسمت بالمنجنيق ولسه هتنهد ثاني. لسه الكعبه هتنهد. الكعبه اللي انت بتلف حواليها دي البنايه ده ايه رقم 23 في التاريخ. المبنى ده اللي انتوا دايرينها ده ايه وبنايه اظلم اهل الارض الحجاج الثقفي اللي احنا محتاجينه النهارده.
شوف بليك مين؟ الحجاج السبب كان يوقف ابنه ينهى البلطجي يطلع برا ينهى اللي هو نفتح في السر كده لان عايزين عالم كده. كان سيدنا النبي يقول ابن النجار مؤمن آل فرعون امال مؤمن آل محمد ابو بكر الصديق. فقالوا بس يعني ما جاش آية وقال رجل مؤمن من آل محمد، انما جاءت آية وقال رجل مؤمن من آل فرعون. قال له كيف يا ابا بكر انت افضل منه؟ قال له ليه؟ قال له اظهرت ايمانك بالله ورسوله ولكن الرجل كتم ايمانه بين الله ورسوله. يكتم انما وانت خليت ده انت كنت تجري وراي وعانا نقول لهم اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. ابن بكر اللي هذا الطائف يوضبوا له الناس الكبار ولاد الايه ده هم الكبار ولاد الايه حسابهم على هم كان شوف يوضب له البتاع كده حاجه ويدي الواد درهم ويقول له درهم حلال لك بس لو نشنت على كعب تنزل من كعبه دم تيجي تاخد الدرهم اهو. شوف الواد بقى مستني الدرهم والدرهم كام؟ الدرهم كام؟ شوف سيدنا ابو بكر يجي ورايا يا حامد كده ويقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله صلى الله عليه وسلم. ليه شايف؟ هي كده لغايه النهار الرجل الطيب عندك في الشارع تلاقيه مهضوم. الرجل الطيب عندكم في الشارع مظلوم حقه مظلوم. انما اللي هو شبيح يقول له هذا ما تجيش في سكتك رد الزوج. صح ولا انا غلط؟ صح. والقران اثبت اخرجوا آل لوط من قريتكم غلابه يا عين طلعوهم من يخرجوهم يلا يتعوروا. ليه؟ قال انهم اناس يتطهرون اصبحت الطهاره شبهه. لا حول ولا قوه الا بالله. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل. الموت ياتي بغته والقبر صندوق العلم. الشاطر منكم يبقى يطلع بالصندوق. اما انا متحديكم في الحته دي الشاطر هذا اللي واخد فلفل في الحرب والقلوب من السيوف لو راجل يعرف يطلع بالصندوق ده. عمر جد الصندوق ده اعمى ما خلق الله. يعني انت عندك اخت لسه ما اتجوزتش لكن عندك اخت ماتت حلو مشغول بمين؟ بالعيش بالمتجوزات. هي ماشيه فين؟ ما تعرفوش احسن حرب. طب وهي جايه تشكك كما تبين الله يكفي كل بياض الو ايه مشغول انما اللي راحت عند الامين انت. ولذلك سيدنا الامام علي وقف على المقابر قال هل رايت الامن والراحه الا في المحافل. يا ابو بكر يا عمي يا ابو بكر اسمع هل رايت الامن والراحه الا في المحافل؟ فاجاب فاذا للدود عبس في المحاج عبس في المحاج. ايها القبر تكلم واخبريني يا عظام. خلاص ما تنطق. ايها القبر تكلم واخبريني يا عظام. من هو الميت من عام ومن مليون عام؟ من هو الميت من عام ومن مليون عام؟ هل انقطع الملام؟ هل مات الغرام؟ هل مات الغرام؟ ما فيش موعد عندكم تحت الارض بالمخلوق. لا اله الا الله. ايه اللي حصل؟ ما راح هذا كله راح. وتركتم ما
وما نرى معكم من شفعاء. يا ابن عمي رئيس مش عايز والله لو كان ابن فين ده النبي قال لبنت يا فاطمة قلت نعم قال لا اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. ده الصبح. طب النبي بك أمسينا وبك أصبحنا بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. المصير ايه؟ ما خلاص مش النهار خلص. دي عبارة عن ان الدنيا خلص. نعم. واحد لما تخش تموت جابون تخش تموت. إن ما متش ما انتش نايم. يا أستاذ إن ما متش ما انتش نايم. يا تموت يا ما انتش هتنام. الموت الرباني اليوم بتاع ربنا ده يوم غريب الشكل. نظام خلقوه اليهود خلقه لنا وحرم هو منه. اليوم ده تخش كده تعبان وجسمك ورجليك وبطنك ويديك اللي فيه ايه؟ اللي انت داخل ايه علشان تشهد تاني. الصبح تقوم كان شايلها وهي الدور وهي الدور اللي المدرس لما ضاعوا راح دفتر الانصراف قبل 8 ل 5 بتاع المحكمه راح مش عارف ايه السيد المحافظ السيد امير الامن مهما بلغت الزياده ايه ده لازم الدور ويرجع ثاني الساعه 2 ومش عارف من 3 لكام ومش عارف من 5 ل 6 وين ايه ده كل في فلك يسبحون. هو فلك للشمس فلك للقمر فلك لبني ادم فلك للحياه فلك كل خلاص ما جابش حاجه كل في فلك يسبحون. بتوع صلاه الفجر حال كل في فلك يسبحون. بتوع ملازمه الظهر جماعه كل في فلك يسبحون. وبيعرفوا اللغات بيعرفوا الراي اللي بارين على الفجر بيعرفوا اللي جاب منه بيعرف اخوه اللي ما جاش ويروح يسال عليه ليه لان هي دي هو ده المطلوب. كل في فلك يسبحون. انت فين من هذا اين انت؟ لو دي ليه اصلنا داخلين لي اسمين مهمين لا يذكران الا مع بعضهم. الاسم 61 والاسم 62 المحيي المميت. لابد تيجي مع بعضها كده. تقول ليه هي كده والموت منه موت معنوي وحياه معنويه ومنه موت حساس وحياه محسوسه. يعني تقول ايه في آية الأنعام 122 لما يقول لك أو من كان ميتا فأحييناه. هو حد كان ميت وحياه؟ ده حياة معنوية. يعني كان جاهل كان ضلالي كان ايه كان واكل حق اليتامى فتاب احنا جبناه. أو من كان ميتا فأحييناه. مش موت حقيقي. أو من كان ميتا فأحييناه 122 أنعام. تقولي ليه؟ أصلها جمع بالكل لما كل اللي تايب أو من كان ميتا فأحييناه. طب الحرام اللي تاب أو من كان ميتا فأحييناه. طب الرجل ما كانش بيصلي. طب الرجل اللي كان كافر وجه. ولذلك في ربع إن الله فات يقول يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الناس فاهمه او بعض المفسرين كذب يقولوا البيضه من الفرخه. طب ما البيضه من الفرخه لو كانت ميته يبقى لا تؤكل. استنى ما تمشيش كده تجري. احنا محرم علينا الميت. انتوا بتاكلوا البيض ولا لا؟ يبقى مش ميت. الله اللي هتاكلوا ميت ما ينفعش. البيضه ما تنفعش من
امال ايه؟ الحبه من الارض بعد ما تنفع، لان لولا فيها حياه ما تطلعش. امال ايه؟ ان يخرج الحي من الميت هي لها تفسير واحد، هو الكافر عندما يسلم. الكافر ميت سواء ما اسلم حي، او من كان ميتا فاحييناه. ايه ده بقى المساله دي؟ لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقابل سيدنا عكرمة ابن أبي جهل وسيدنا خالد بن الوليد، فكان ينظر لآبائهم ولهم ويقول سبحان الله يخرج الحي من الميت. الله يفتح عليك يا مولانا. الحي الموحد. لو انت خدت بالك من الحديث، مثل الذاكر لله والغافل عن الله في النبي مثل الذاكر لله والغافل عن الله مثل الحي والميت. وذاكر الله في الحطيم، يعني في حته زي الصحراء كده، ذاكر الله في الصحراء وفي الغافلين كالشجرة الخضراء وسط الحطيم. الله أكبر. كنت جاي من مكة للمدينة كده، تلاقي في الطريق شوف من مكة للمدينة أو من مكة المدينة المكة، تلاقي في الطريق حتت كده ماطية طالع فيها الصمت أبو شوكة بيضة طالع هناك. سبحان الله، وانت طالع هنا في الحجار ايه طالع ليه؟ جعلها مثل عشان ما تبطلش ذكر الله. لا اله الا الله. اللهم اشرح صدرك يا مولانا. طب انا لو تتبعت المحي الاقيها جت في القران بمشتقاتها كم مره؟ جت 190 مره بمشتقاتها. طب اول ما ذكر الآية 28 في سورة البقرة، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. خد بالك من الحياة المحيي. طب دي أول ذكر وتاني يتكرر 190 مرة في القرآن. آخر محطة تقابلني فيه تقابلني فين؟ تقابلك في الآية 16 من سورة الأعلى. آخر ما ذكر من عن طرف الحياة الآية 16 من سورة الأعلى، بل تؤثرون الحياة. بل تؤثرون الحياة. يبقى الحياة الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يبقى ادي اول ذكره ودي اخر ذكر. انما لو انت جيت تفهي كده تلاقيه مجازك في الانفال ايه 42 ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي. اهو 42 في الانفال ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. سبحانه. وده لا إله إلا الله. آية 50 في الروم، لا إله إلا هو يحيي ويميت. يحيي ويميت. طب وليه المسألة دي؟ ما هو الضد يظهر حسنه ضده. الضد يظهر حسنه ضده. البنات في الجامعة لابسين كله اسود. لما اسود ايديه سودة لابسة اسود دي كده عشان تظهر نفسها. يا تلبس اسود يا لون المعصر. الكابوني ليه؟ عشان تظهر الجمال. ليه؟ ابن مجدولة لما وصف حبيبته قال كده الوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود. شوف بقى سواد على بياض. ايه اللي صار؟ الوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمعا حسنا والضد يظهر حسنه الضد. من أجل ذلك قرن الله بينهم المحيي المميت. شوف المحيي
المميت. شوف ربنا يا اخي ما جابش في الترتيب الترتيب اللي حفظها بيه، ما جابش المميت المحيي. ما حدش راح الكتاب وحفظوا سيدنا الاسماء الحسنى قال له المميت المحيي، ما حصلش. امال ايه؟ لازم تتجدد كلمه ايه؟ الحياه الاول، المحيي المميت. بالرغم ان انت لو مشيت معايا سوره الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الله. انت طول عمرك القران ماشي على المحيي الاول، جبت هنا الملك ليه؟ قال لي تتذكر حتى لا تنسى، والتائب من الذنب كمن لا.